السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا بعمل كشري اسكندراني بس غريب شويه، يعني الكشري اللي انا بعمله على طول، عشان انا خدت على كده عليه يعني ناكله وطعمه حلو بصراحه. عدس اصفر على عدس بجبه على شعريه، فاني حطيت حبه ملح على البصلايه كده، ودي حته دجه حطيتها على البصلايه تخلي نفسها حلو كده، دجه بتوم كده بفلفل احمر، حته صغيره يعني. فاني ان شاء الله كده هنعمله للغدا، واكله شعبيه اقتصاديه كده جميله. وادي البيض بينسلق، ادي البطاطس كده خلاص. دي كوبايه عدس، اللي هو عدس ابو جبه ماشي. دي بقى كوبايه، يعني مش هي كوبايه قوي، يعني كوبايه نص، معلقه معلقتين معلقه كده بس. بصوا هنا مش اشكال، يلا عدوها زي ما انتوا يا حبايبي. بشوحها كده معاهم. انا كل مره بقولها لكم برضه، عشان عايزين ناكل كده، مش عايزين ناكل عدس اصفر للروح بس، وبطعم وبحل يعني. الشوايه حبه كده، بعدين نحط عليها الميه، حبه فلفل اسمر. انا مش حاطه كمون بتهيألي، كزبره اهي، عشان مش عندي كمون. هعمل ايه؟ اطلع النهارده بجيب كمون عادي يعني. ماشي يا حبايبي. هو انا بحب الكمون في الكشري بصراحه، بس مفيش والله مفيش. بس انا مخمره بقاله 10 دقايق. ماشي، هحط على الميه كده، وعاد ميه تاني هكمل خلاص. مكعب ماجي اهو، يخلي طعمه حلو. بسيب العدس دوت يستوي شويه، عشان حبايبي؟ ان العدس ما يستوي شويه، عشان الشوربه ناي في قلب الكشري. انا زودت ميه يا جماعه عشان يغلي في بعضيه تاني، عشان نحط رز بالحليب. معانا الكوبايتين الرز هما، هنحطهم هنا كده. مش يا حبايبي؟ هذا العدس الاصفر، انا عامله كوبايه يعني مش كملت كوبايه بصراحه. خلاص هحطهم كلهم، مش هسيبه عشان يبوظ. انا عامله كوبايه بس، الظهر عشان غسلته وسبته حبه فنفش زاد، يعني المقدار زاد بتاع الكوبايه يعني. هي حبايبي عشان حتى يبقى شكله حلو، العدس يكون اكتر من الرز، الحاجات ديت الاصفر دي بالذات خلي منظر الكشري حلو. نص كوبايه شعريه، انا محمراها من غير سمنه ولا اي حاجه، محمراها كده من غير سمنه. ماشي يا حبايبي. يخلص ان شاء الله ويستوي، هوريكم بقى نعمل ايه الغدا يا حبايبي. اتفضلوا معانا اكله اقتصاديه شعبيه جميله، بيض بطاطس والترشي والسلطه وادي الكشري. اكله جميله ولذيذه وشعبيه واقتصاديه وروعه. اتفضلوا معانا الغدا، شعبيه واقتصاديه وروعه. اتفضلوا معانا الغدا، مش تنسوا الاشتراك واللايك. سلام عليكم.